بسم الله الرحمن الرحيم. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سيد العالم من الأجزاء، السادة رؤساء المصالح والحضور الكرام، يا الحجاج الميامين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كما تعلمون الحج فريضة إسلامية والركن الخامس من أركان الإسلام، فرضه الله عز وجل على كل إنسان كان في مقدوره أن يقوم بهذه الفريضة. قال تعالى: فلله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. الشرط الأول هو الاستطاعة. من رحمة الله على عباده أنه فرض هذه الفريضة مرة واحدة في العمر. هذه من رحمة الله عز وجل. لما فرض الله الحج خطب النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أيها الناس، قد فرض عليكم الحج فحجوا. فقال رجل من الصحابة: وكل عام يا رسول الله؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم فقالها ثلاثا، فقال صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجدت، ولو وجدت لما استطعتم، ضروري ما تركته. يا الحجاج الميامين، لقد من الله عليكم أن وفقكم واختاركم ذرية للباس من إبراهيم عليه السلام، لما أمره الله عز وجل فقال له: وأذن في الناس بالحج. فقال له إبراهيم: أؤذن والناس ليسوا في هذه المنطقة، المنطقة خالية لا من البشر ولا من الشجر. فقال الله تعالى له: عليك النداء وعلي البلاغ، فمن بصره هذا البلاغ فإنه يرد. إذا إن شاء الله تعالى ستتوجهون إلى الديار المقدسة سالمين محفوظين بعناية الله عز وجل لأداء هذه الفريضة وللانتفاع من هذه الفريضة، الاستفادة من ثمارها. لا بد من توفر على الأقل شرطين أساسيين. الأول أن يعرف الحاج أو الحاجة كيفية الشرعية المطلوبة لأداء هذه المناسك، بها معنى الأركان، معنى الواجبات والمستحبات. والمجلس العلمي المحلي يتسق مع مديرية الشؤون الإسلامية من الإقليم
نظم دورات تدريبية وجلسات علمية لفائدة حجاج المسلمين حول فقه الحج وكيفية التي ينبغي أن يحج بها الحج. إذا ننسوش نزيد إن شاء الله الصفون التسين كيبدا صراع التأكد مناسك الحج، خصوصا 4 أركان أساسية راهنين والنووي السيرية سياسة الحج هي باطل من الإحرام والطواف بالكعبة، الطواف الإفاضة، لأن الطواف فيها 3 أنواع: طواف الإفاضة ركن، ثم السعي بين الصفا والمروة، ثم الوقوف بعرفة. لتطبيق الأوراق القضية الأساسية ضروري طبعا ينفذ. إذا أين السنة 90 جدا تقدم الحج إن شاء الله. هذه إن شاء الله غادي يولي المرشدين والمرشدات سواء المدينة من الآن كيفاش الحجوج، كيفاش سير الطواف، مدى السجود، مدى الاستناد، مدى السير من الطواف، مدى الدعاء السير وجاينا هذا اللي سمعنا إن شاء الله المرشدين والمرشدات. إذا هذا الشرط الأول ستسين جدا استخدام مناسك الحج بطريقة الفقه المدني. المرشدين هو اللي سمعتهم كيف تسلمت الشرط الثاني إن شاء الله كلنا اليوم ضيوف الرحمن. المدينة تسمى ضيوف الرحمن، وضيف الرحمن ستأتي مستوى الضيافة، ماشي زعما ضيوف الرحمن بحال أي الناس وتجي الضامنة كيدينا ضيف عن ربي سبحانه وتعالى بالمكان. لا السيد يستك كما جاء في كلمة السيد العامل تحدث بالمكارم الأخلاق. هذه كلمة مواصفات إعلان، ومن بين مواصفات إعلان الصبر. الصبر بين المواقف صعبة جدا، إلا زحام، إلا مشقة، قدر بنان الماكلة ماشي كي غاتيا، المبيت ماشي كي نايرة، تزيد جبال، أتديت السيدة العبادة، أتضررت في الأجر به، ماشي أتنسى، ماشي أفضل. الغرض هو إن شاء الله تعالى أسير بفضيلته الطريقة المطلوبة إن شاء الله تعالى، ولا بذلك أسفل. الناس دينا في بحال ليسوا على درجة واحدة من الوعي. أنتم كل شيء فهمت. سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السيد المحترم السيد نائب المجلس الأمني المحل باعتدال، السيد المحترم المدير الإقليمي للصحة، السيد المحترم رئيس مجموعة الجماعات، السيدة ممثلة المجلس الإقليمي، السيد رئيس لجنة الشؤون الداخلية في العمالة، السيد رئيس وكالة الملك فاروق في الاعتدال، السادة رجال السلطة، السادة ممثلو الأمن والحرب والوقاية المدنية والمساعدة، أيها الحضور الكريم كل باسمه وصفته، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في البداية أريد أن أهنئ جميع السادة والسيدات الحجاج والحاجات الذين واللواتي أنعم الله عليهم بهذه الفريضة الكبيرة التي لها الأجر العظيم، كيف لا، وهي التي قال فيها سبحانه وتعالى: الحج أشهر معلومات،
ومن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. فهذه الفريضة لها مكانة كبيرة في ديننا الإسلامي، بحيث أن الحاج والحاجة الذين وفقهم الله لأداء مناسكها في أحسن الظروف وبشروطها وقواعدها وبأداء مناسكها على الحالة التي يجب عليه وعليها أن يؤدي هذه المناسك، فله الأجر الكبير. ونعلم جميعا كما كان يقال لنا من الصغار أن الحاج عندما يعود من أداء هذه الفريضة فإنه يعود كما ولدته أمه، أي أنه يعود مغسولا من جميع الذنوب والخطايا التي سبق له أن ارتكبها قبل أن يغادر إلى تلك القضية المقدسة. إذا كيف يمكن لي أن أستفيد من أجل وأن أفيد منه؟ وكيف يمكن لهذا الأجر أن يجعلني في مصاف الذين يردون على الله سبحانه وتعالى يوم القيامة؟ فتعلمون جميعا الحديث النبوي الذي قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحج المبرور كما سبق أن أشار إليه السيد مسلم علي الحكيم، الحج المبرور لا جزاء له إلا الجنة. إذا كيفاش أنا يمكن أن نبيع الفرق هذا الخير؟ إذا بغيت نفرض هذا الخير يجب علي أن أمتثل لقوله سبحانه وتعالى: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. يعني إذا أنني وطبقت هذه الأوامر التي جاء بها الله عز وجل في هذه الآية المباركة فكل تحديدين بأن الجزاء هو الجنة. يعني أنني تتبع الرغبات وتعرفون جميع الرغبات وهو أن تعاشر زوجتك في تلك الأيام المقدسة فلا رفث ولا فسوق، يعني كل اختصار لكل جدال أصبح حقي وقع من اتباع شخصي ومثل المجلس العلمي، يعني وقع أن يكون حقي يصدق أن نصبر فيه نصبر وأحتسب صبري بالله عز وجل. فحينما أقوم بهذه الأعمال فأقول أكيدين بأن الجزاء سيكون بإذن الله سبحانه وتعالى هو الجنة. مشروع. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، السيد العميد، السيدات السادة الحضور، السادة الحجاج، السيدات الحاجات والتلفزيون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في إطار هذا الموسم ديال الحج لسنة 2024 1970 هجرية، مديرية الصحة والرعاية الاجتماعية اتخذت مجموعة من الإجراءات. دونك غادي نلخص أهم الإجراءات اللي أخذت مديرية الصحة. أولا إجراء فحوصات طبية على جميع الحجاج ديال الانزلاق، ثم الإجراء الثاني تعيين الحجاج اللقاحات المعمول بها أثناء أداء فرائض الحج إن شاء الله، ثم المحور الثالث القيام بأنشطة توعوية تأسيسية. في هذا الإطار هذه الأنشطة التأسيسية والتوعوية أريد أن أذكركم فقط باختصار مجموعة من الإجراءات التي يجب اتخاذها قبل ما نمشيو على مناسك الحج، أنكم تذكروها في هذا الإطار ديال الأنشطة التأسيسية. أخص بذلك دونك ظروف السفر والنظافة الشخصية، ثم التغذية السليمة، السلامة العامة، والتعامل مع الأمراض، وأهمية الاحترام الاشتراطات الاحترازية، بما في ذلك يمكنكم ابتداء أثناء أداء مناسك الحج في جميع الأماكن سواء مفتوحة أو مغلقة، وتغييرها بكمامات أخرى أثناء أداء مناسك الحج إن كانت جافة عند التبدل. تجنب الاحتكاكات المباشرة مع الأشخاص الذين يظهر عليهم المرض، وتجنب مشاركة أدواتهم الشخصية
تستعملش الادوات كل واحد يدير الادوات اللي كيستعمل الشخصيه بوحدهم. ثم الحرص على تجنب الخطر الضربه الشمسيه اثناء منزل الحج، واهميه الخروج الى فترات الاطلاق مع استشاره الخريطه الصحيه المغربيه للديار المقدسه عند الضروره. كما ينصح المصابون بالامراض المزمنه من الحجاج غير يوما سيرتو الديابيت السكر والتنسيون او تنادي بالوزن ضروري تنادي بالوزن. هذا احتجاج ديال ان شاء الله ديال المقدسه بدل تستعمل الدواء حتى الكيمياء اللي عندها تستعمل الدواء تحسبوا هذا التكشيفات اللي كتستعمل وغادي معكم الكميات اللي غادي تستعملها ان شاء الله في الحج. دونك هذه مجموعه من الاجراءات التي متخذتها المندوبيه، ايضا مع التدابير اللي غادي اخذوها ان شاء الله قبل ما نمشيو لهذا الحج باش ما تكونش ان شاء الله نكون حج مبروك ان شاء الله للوطن ديالنا. شكرا. شكرا السيد المندوب الاقليمي لوزاره الصحه والحمايه الاجتماعيه على هذه الارشادات الصحيه الاساسيه للحفاظ على سلامه وصحه حجاجنا الميامين. والان اعطي الكلمه للسيد رئيس وكاله بريد المغرب فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاه والسلام على اشرف المرسلين وبعد. السيد العامل التقرير الفضيل، عامل صاحب الجلاله الموجودات، السيد رئيس مجلس البلدي لمدينه الفضيلات، السيد رئيس مجموعه الجامعات، السيد ممثل المجلس الاقليمي لمدينه الفضيلات، الساده ممثلي الاجهزه الامنيه لمدينه الفضيلات، الساده رؤساء وممثلي المصالح الخارجيه لمدينه الفضيلات، ايها الحضور الكريم. كما جرت العاده وفي كل سنه بتعليمات من المسؤولين بالمصالح المركزيه لاداره البريد فيما يخص استخلاص مصاريف الحج لسنه 1445 هجريه الموافق لسنه 2024 ميلاديه، قمت بالاشراف شخصيا على هذه العمليه من اجل ان تمر في ظروف جيده، وقد تمت بنجاح والحمد لله. مصاريف الحج لهذه السنه حددت في مبلغ 6365 درهم، وقد تم استخلاصها ابتداء من تاريخ 22/1/2024. هذه المصاريف تشمل تذكرة السفر عبر الطائرة ذهابا وإيابا، مصاريف المبيت، مصاريف التنقل، ومصاريف الخدمات. أما مصاريف الجيب فهي تبقى على نفقة الحاج، ولهذه الغاية وجب على الحجاج القيام بعملية الصرف قبل الذهاب إلى الديار المقدسة. فبالنسبة للحجاج الذين تعذر عليهم القيام بعملية الصرف، الاتصال بوكالة البريد بأرجينات أو وكالة البريد بالمات من أجل القيام بذلك. فنحن عن إشارتكم من أجل تزويدكم سواء بالريال السعودي أو اليورو أو الدولار. وفي الأخير نطلب منكم أثناء تواجدكم بالديار المقدسة أن تتبعوا فقط التعليمات التي توصلتم بها، سواء من مسؤولي وزارة الداخلية أو مسؤولي وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، حتى تتمكنوا من أداء مناسككم بأحسن الطرق. كما نسألكم الدعاء لصاحب الجلالة الملك محمد بن السادس نصره الله وأيده، وللأسرة العلوية الشريفة وكافة الشعب المغربي بالصحة والعافية والطمأنينة والعيش والسلام. حجاجنا الكرام، نتمنى لكم حجا مبرورا وسعيا مشكورا، ووفقكم الله لما فيه الخير لهذا البلد الأمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا السيد رئيس وكاله.
محمد عبدك ورسولك نبينا وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما، تفرقا سالما غانما من الجن والصوما. اللهم لا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم يمين كتابنا ويسر حسابنا واستر عيوبنا واغفر ذنوبنا وتول امورنا واقض حوائجنا ويسرنا لليسرى وجنبنا العسرى واغفر لنا في الاخره الاولى. اللهم ات نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها مولاها. اللهم اهدنا الى احسن الاخلاق لا يهدي لاحسنها الا انت، واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها الا انت يا رب العالمين. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام برحمتك نستغيث اصلح لنا شؤوننا كلها ولا تكلنا الى انفسنا طرفه عين ما اقل من ذلك يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم انا نسالك الحجاج من الميامين حجا مبرورا وسعيدا مشكورا وذنبا مغفورا وعملا متقبلا مبرورا. اللهم احفظهم بحفظك واسترهم بسترك واكلهم بعنايتك واجعل في ضمانك وامانك وبرك واحسانك. اللهم وفقهم لما تحب وترضى وخذ بنواصيهم للبر والتقوى. اللهم اصلح ذات بينهم والف بين قلوبهم. اللهم اجعلهم اخوانا وعلى دينك اعوانا. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام يسر عليهم اداء مناسك الحج يا رب العالمين. اللهم يسر عليهم ووفقهم يا رب لحجه مبرورة ثوابها الجنه. اللهم تقبل منهم انك انت السميع العليم. اللهم احفظهم في حلهم وترحمهم. اللهم اللهم يا رب استرهم واحفظهم حيث كانوا. اللهم يسرهم لليسرى وجنبهم العسرى واغفر لهم في الاخره والأولى يا رب العالمين. اللهم يا رحمن يا رحيم يا ذا الجلال والاكرام احفظهم يا رب في سفرهم يا رب العالمين وردهم الى اهلهم سالمين غانمين برحمتك يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. كما نسال الله سبحانه وتعالى لمولانا امير المؤمنين صدق الرسول الامين مولانا محمد السادس حفظه الله. اللهم انصره بسترك اللهم احفظه بحفظك واكله بعنايتك واجعله في ضمانك وامانك وبرك واحسانك. اللهم احفظه بالسبع المثاني والقران العظيم. اللهم احفظه بما حفظت بيدك الحكيم. اللهم متع جلالته بالصحه والعافيه يا رب العالمين. اللهم وفقه لولاك واجعل اعماله الصالحه في رضاك يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. واحفظه في ولي عهده الامير الجليل مولاي حسن وانبته اللهم نبات حسن. اللهم تغمد برحمتك الواسعه فقيه العروبه والاسلام مولانا محمد الخامس الحسن الثاني. اللهم طيب ثرهما. اللهم اجعل الجنه مثواهما. اللهم اجعله مثيل على علمه فيما قال السلسله ملائكه المقتدرين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات انك سميع قريب مجيب الدعوات يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا كربا الا نفسته ولا دينا الا قضيته ولا مريضا الا شفيته ولا مبتلا الا عافيته ولا ضالا الا هديته ولا مسافرا الا بلغته ولا حاجه من حوائج الدنيا والاخره هي لك رضا ولنا فيها صلاح الا اعنتنا على قضائها ويسرتها برحمتك يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. بحرمه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله